التفاصيل مباشرة من الجزائر مع زميلنا حمزة الحناشي. حمزة، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا. مساء الخير زميلتي هدى، مساء الخير ليك وتحية طيبة لكل مستمعين إذاعة الديوان بتونس. شكرا لك. كنا باش نخدموا على زاوية أخرى. هل هناك قرارات اتخذتها الجزائر بمنع التونسيين أو بالتضييق على التونسيين من الحدود إلى أن جاء الأمر الجديد أو القرار الجديد من الرئيس الجزائري؟ ماذا يحدث يا حمزة؟ زميلتي هدى، إذا أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون منذ لحظات قليلة فقط أمرا لجميع السلطات الأمنية بعدم إزعاج وعرقلة الأشقاء التونسيين، سواء الداخلين إلى التراب الوطني الجزائري أو المغادرين منه عبر مختلف نقاط العبور البرية بولايات الشرق الجزائري او المعبر على مستوى الجنوب. قرار رئيس الجمهوريه الذي تم نشره منذ قليل في الصفحه الرسميه لرئاسه الجمهوريه جاء زميلتي هدى لا نقول ردا، ولكن ربما من بعض الشكاوي التي كانت يوم امس من طرف اشقاء تونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه عندكم في تونس، انهم تعرضوا لمضايقات وقت طويل، تأخر كبير في جمركة مختلف وثائقهم للعبور إلى التراب التونسي، علما أن اليوم الجمعة هو يوم عطلة هنا في الجزائر، يعني ليس يوم عمل، وكل الإدارات الجزائرية اليوم يوم عطلة. لم يصدر أي أمر سواء اليوم أو أمس بعرقلة الأشقاء التونسيين أو بتجديد إجراءات عليهم. لا نعرف ماذا جرى بالضبط ليلة أمس في الحدود، لأن هذا الموضوع تناولته مختلف وسائل الإعلام التونسية. وبين عشية وضحاها كانت الأمور لباس، فجأة معناتها صبحوا التوانسة ما ينجموش يدخلوا بطريقة طبيعية، صبحوا تفتك السلع نتاعهم على الحدود، حتى السياح معناتها فما ناس مشيت جايبة كادوات في ايديها، يعني ماهيش ماشية تجيب في سلعة ولا تتبضع معناتها من الجزائر، جايبة معناتها مجرد هدايا في ايديها بعد رحلة سياحية إلى الجزائر. تم افتكاك حتى هذه الهدايا معناتها التي يحملونها. فما شكون حتى قيل أنه تم افتكاك الكبوت الذي اشتراه من الجزائر وداخل بلاد تونس، تم افتكاكه على الحدود. كل هذه الروايات نقلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قلت لك فجأة بين عشية وضحاها صار الموضوع هذايا، يعني اليوم أصبحنا أنه التوانسة صارت عليهم التضييقات هذايا، يعني ما فماش أوامر رسمية في هذا الموضوع حمزة؟ لا، بخصوص هذه النقطة كما قلت لك أنه اليوم هو يوم عطلة، يعني ويوم أمس لم يصدر أي قرار رسمي ولم ينزل أي بيان بخصوص هذه الواقعة. لكن زميلتي أؤكد لك أنه وكما تعلمين أن الجزائر شهدت في الفترة الأخيرة وتقريبا منذ حوالي 5 أشهر تشديد في بعض القوانين خاصة المواد التجارية والسلع، وتناولنا سابقا عبر إذاعة الديوان قضية التونسيين المسجونين هنا في الجزائر بتهمة تهريب السلع ومواد غذائية إلى الخارج ومخالفة القوانين الجزائرية. الجزائر في هذه النقطة زميلتي لا تتسامح مع قوانينها سواء كانوا جزائريين أو أجانب. أنا أتحدث في نقطة المواد الغذائية، أما بقية النقاط ربما وصل الصدى إلى أعلى مستوى، ما دام أن السيد رئيس الجمهورية الجزائرية أمر رسميا ببيان رسمي بعدم عرقلة الإخوة التونسيين. إذا كان هناك فعل منعزل، أقول إذا كان هناك فعل منعزل تم تسوية الأمر، والسيد رئيس الجمهورية تدخل شخصيا وأمر بتوفير كل الظروف الطبيعية للأشقاء التونسيين سواء الداخلين أو الخارجين عبر المعابر الحدودية، باعتبار الجزائر وتونس يعني دولة واحدة وشعب واحد، وأواصر المحبة والأخوة تمتد منذ زمن طويل. ونحن نحتفل هذه الأيام بذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، وهي الذكرى التي اختلط فيها الدم الجزائري مع الدم التونسي. الحمد لله يعني قرار رئيس الجمهورية اليوم أزال كل اللبس، وبداية من هذه اللحظة لن يكون هناك أي إزعاج للإخوة التونسيين عبر مختلف نقاط العبور. شكرا يا حمزة، يعطيك الصحة، شكرا لك على التفاصيل، كنت معنا من الجزائر. شكرا، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخرى.